مساء الخير. اهلا بيكم في توكس بره البوكس، ومعانا اتش ار احمد فهيم. كنا اتكلمنا عن الكورسز والسيلف ديفلوبمنت. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وشائك جدا: الشركات سيئة السمعة، التوكسيك كومبانيز. مساء الخير. مساء النور. مبسوط ان انا قابلتك مره تانية. هو الحلقه النهارده اكشن شويه. ايوه حاجه حسيت. بالظبط. شركات سيئة السمعه او التوكسيك كومباني. دي شركات انا بنصح بيها اي حد اللي شغال فيها. يبقى في بعض الحاجات كده لو شافها او عرفها يبدا ان هو يدور على شغل تاني. ليه؟ لان هي بتأذي نفسيا، بتضيع مثلا سنين كده من العمر الشخص نفسه، يحس ان هو ما استفادش بيها حاجه، فات بس صاحب المكان ما فاتش هو شخصيا حاجه كخبره او كديفلوبمنت او اي حاجه او كسالري. وبيحس ان هو نفسيا مش مستريح، وبيروح البيت متضايق، كل شويه في مشاكل، تليفونات كلها مشاكل. بس فدي من الحاجات الأساسية. هنتكلم طبعا أكتر عن واحنا يعني بنتكلم عن إيه هي الحاجات الانديكيتور كده اللي بيشوفها الشخص جوه الشركة. لو لقاها سلام عليكم. اوكي. طيب، قول لنا بقى اكتر، يعني ايه شركات توكسيك؟ دخلت الشركة، لقيت بقى إن فيها ظلم، الناس بتشتكي إن هم ما بياخدوش حقوقهم، عدد ساعات فوق عدد الساعات المتفق عليها بدون اوفر تايم او بدون حقوق بتتاخد. مفيش تدريب، مفيش ديفلوبمنت، مفيش ترقيات. بتحس ان انت بتخش تشتغل لصاحب المكان بس مش لنفسك. بيبقى فيها حوارات، الناس كلها بيبقى عايزه تعمل حوارات على بعض، ده عايز يوقع ده عايز يطلع عن ده او على ده. بتخش المكان تلاقي فيه طاقه سلبيه جامد. بتخش ان في مديرين بيأذوا ناس تحتيهم عشان بس هو اللي يبان في الصورة، مش الموظفين اللي تحتيه. مفيش زيادة في المرتبات آخر كل سنة، تقييمات فيها ظلم. بتبقى تقييم كويس لحد مثلا مدير بيحبه، وتقييم تاني وحش لحد بيكرهه بدون ما حد يقودت عليه. فيعني الحاجات دي كلها دي انديكيتورز كده تخلي الشخص يتأكد ان دي مكان مش هيفيده، وما يضيعش عليه عمره، لان انت عارفه العمر ما بيتعوضش. ففي الاخر خالص ما اقعدش سنين طويله والاقي نفسي مكتشف ان انا كنت في مكان فعلا ما ضافليش حاجه في عمري. طيب، ايه الضرر اللي ممكن الشركات دي تسببه على الموظف؟ انا عايز اقول لك في ناس بتروح لدكاتره نفسيين بسبب الشركات دي. في ناس بيجي لها ضغط وسكر وبياخد ادويه مزمنه، ضغط وسكر وامراض، وده حقيقه يعني. دي ناس موجوده يعني. خلاص. بسبب الضغط النفسي، وان هو ما عندوش بعض الاحيان بيبقى اوبشن ان هو يروح في شركه تاني، فبيضطر ان هو يستنى في الشركه دي، بيقبل اي حاجه. فبتلاقي بقى جاله ضغط سكر، مخنوق، يخش البيت. الستات تقول لك ده ما بيضحكش ولا بيهزر معاه بس هو قاعد في شركه توكسيك. فهو بيبقى كله مشاكل، فبيروح البيت مش قادر، بتروح البيت مخنوقه، مش قادره حتى تقعد مع اطفالها او تقعد مع عيلتها. كل الحاجات دي خلاص دي بتسببها بعض الاحيان. في ناس بتخش كويسه في شركه تقعد بعد سنين تحس ان هي اتحولت، بقت شريره او بقت عندها، بسبب الطاقه السلبيه اللي موجوده في المكان اللي خلتها تتعود تبقى برضو عندها نوع من يعني المشاكل النفسيه وكده. طيب، هل الشركة دي ممكن تبقى توكسيك بسبب المدير، ولا الموظفين، ولا قيادات إدارية فوقية على طول؟ الاونر ده رقم واحد، صاحب المكان. ده رقم واحد، صاحب المكان. لو حد مهتم بالموظفين زي ما هو مهتم بالريفينيو بتاعه بتاع الشركه، خلاص. الفيدباك ايه في الاخر؟ ان الناس هتحبه وهتشتغل زي ما هو عايز، وهيكبروا مع بعض. انما الشخص اللي كل همه في الاخر خالص الريفينيو بتاعه والارقام، على اخر كل سنه الارقام، السهم يبقى طالع فوق. طيب الناس اللي تحت دي حد سأل عليها؟ الناس اللي بتموت تحت دي محدش بيسأل عليه. حد الفيدباك ايه؟ ما هو المفروض ينزل يسأل الناس انتوا ايه رايكم في الشركه؟ مبسوطين؟ حاجه مضايقاكم؟ لما يجي يعمل الميتنج اللي بتحصل في الفنادق اخر كل سنه دي، ويقعدوا يتصوروا مع بعض، حد بيسالهم طيب انتوا مبسوطين؟ في حاجه بتضايقكم؟ ايه الحاجات الفيدباك نيجاتيف اللي عندكم واحنا نقدر نصلحها؟ لازم حتى لو لا قدر الله بعض الشركات، انا مش بتكلم في كل حاجه ماديه طبعا، بس بعض الشركات بيبقى طبعا ظروف ماديه في البلد، حصل كذا كذا، فبيحصل ان هو بيتاثر ماديا.
لازم يصارح الموظفين اللي تحتيه، مش ياخد قرارات وكانهم مش موجودين. لازم يصارحهم، او لازم يتاكد ان GM اللي تحتيه او الديبارتمنت مانجرز اللي تحتيه يتكلموا الناس بشكل مؤدب ومحترم، ان ظروف الشركه كذا كذا كذا، فاحنا هنضطر نعمل 1 2 3 او مش هنزود، عشان عارفين ان في تضخم، بس احنا للاسف وضع الشركه مش لطيف، فبدل ما نمشي هنعمل كذا. يبقى في على الاقل صراحه مع الناس عشان الناس تقدر لك الموقف ده. بس انما الاونر هو السبب. لو هو عايز يخلي الطاقه السلبيه ما تبقاش في المكان، الناس حابه المكان، الناس تقعد في المكان سنين طويله، يطوروا، ما يبقوش موظفين حكومه داخل يشتغل عشان يقبض اخر الشهر. هو الاونر واللي بيختار تحتيه المانجرز، ده اهم حاجه. طيب تنصح بايه لو انا دلوقتي بشتغل في شركه وما كنتش اعرف ان هي شركه توكسيك وما استشفتش ده في الاول في الانترفيو وخلاص انا يعني موجوده وعايزه امشي، اعمل ايه؟ قدامك تو اوبشنز. التزامات في البيت، انا بتكلم بصراحه، عندك التزامات في البيت خلاص، هتضطري تستحملي وتكملي لحد تطوري من نفسك وتشوفي الشركات اللي هي الكبيره اللي نفسك تشتغل فيها ايه الكواليفيكيشنز نيد اللي هم طالبينها، وتطوري نفسك بيها وتوصلي لها، وتدوري وتبداي تدوري وتتجنبي بقى تروحي، يعني ايه، ما تفضليش بقى تروحي لشركه توكسيك تاني فتلاقي بقى نفسك داخله في دايره توكسيكس. لا، يبقى انت النهارده في شركه كبيره عارفه ان بتدي حقوق، بتدي تريننج، بتدي بونص، بتدي يعني سالري انكريز، في الاخر خالص انا بدور عليها، بس هي اكيد محتاجه كواليفيكيشنز عاليه، فانا هطور من نفسي عشان اوصل للشركه دي. الاوبشن التاني، انا ما عنديش التزامات وعندي بلان ان ممكن اقعد في البيت شهرين 3 ادور براحتي، وعندي غطاء مادي خلاص يكفيني كام شهر كده، لا امشي. يعني في الاخر خالص هتأذيكي نفسيا وانت قاعده بتخدمي حد تاني، في الاخر هو مش مراعيكي. طب ايه المؤشرات اللي لو موجوده في شركه صاحبها يعرف انه الشركه بتاعته دي توكسيك؟ يعني انا كاونر دلوقتي اعرف منين انا هل الشركه بتاعتي توكسيك؟ ما انا ممكن اكون انسان مسالم وتحتيه ناس هي اللي مبوظه الدنيا وانا مش عارف. بص، قبل ما اجاوب على السؤال ده يقعد مع نفسه كده ويشوف هو جواه مم. كويس ولا لا. بس طبعا في يعني مؤشرات. اولا، خروج الموظفين اصحاب المهارات من الشركه، يعني كل شهر يلاقي استقالات 2 3 كده، ناس شاطره بيمشوا من الشركه خلاص. فدي مؤشر كبير جدا ان هو الشركه مش كويس. الحاجه التانية بالبلدي كده، حوارات الشركه، حوارات الموظفين ما بينهم وما بين بعضهم بتكتر. ده ماسك في ده متخانق مع ده، المدير ده عامل اسكليشن في ده، ده مش طايق ده بيروح يشتكي له بسبب دي. ده برضو مؤشر ان في مشكله جوه في المكان، ان في طاقه سلبيه، او الشركه توكسيكس بتاعته او توكسيك، فالناس عايزه تمشي، الناس مش طايقه بعض، الناس مش حابه بعض، الناس مش حابه المكان. لما يلاقي الموظف موظف تقليدي داخل يشتغل يفتح اللاب، مستني السالري، مستني رساله السالري بتاعته اللي بتيجي على الموبايل عشان يقبض ويروح، مش مهتم بقى التارجت اتحقق ولا لا، اوبجيكتيف بتاعت السنه الجايه عامله ازاي، هو في الاخر جاي عايز يقبض ويروح. فدي 3 مؤشرات مهمين جدا جدا بتخلي صاحب الشركه لازم يفهم ان لا، دي مكان توكسيك ولازم يعدل في الشركه بتاعته.